أنا الأفضل في التاريخ. ليس هناك لاعب متكامل مثلي أو نال جوائز فردية بقدري، وليس هناك لاعب يفعل أشياء لا أستطيع أنا القيام بها، ولكنني أفعل أشياء لا يفعلها غيري. بهذه العبارات المتواضعة علق كريستيانو رونالدو بعد تلقيه الكرة الذهبية الخامسة في تاريخه. اللاعب عادل أخيرا رقم ميسي في عدد الكرات الذهبية، والتصويت كان لصالح الدون بفارق واضح بينه وبين ميسي ونيمار وبوفون. رونالدو الذي طال صيامه عن التهديف محليا هذا الموسم وطرحت حول أدائه وقدرته على الحفاظ على مستواه العالي أسئلة كثيرة، اعتبر الكرة الذهبية خير رد على المشككين، وإن كانت هذه الكرة جاءت بأثر رجعي وانعكاسا لأدائه الموسم الماضي عندما حصد الألقاب بالجملة مع ريال مدريد والمنتخب البرتغالي. ويبدو أن نسائم الكرة الذهبية نقلت توهج رونالدو الأوروبي إلى الليغا، ليعقب تتويجه بالكرة الخامسة تسجيله هدفين في مرمى إشبيليا في الدوري الإسباني، ليظهر بوادر انتعاش تهديفي بعد أن أثر إيقافه ل5 مباريات على انطلاقته هذا الموسم محليا دون أن ينال منه أوروبيا، وهو الذي دخل التاريخ مرة أخرى عندما أصبح اللاعب الوحيد في البطولة الذي سجل في كل جولاتها في دور المجموعات. فهل عاد رونالدو فعلا لحسه التهديفي ومستواه المعهود في الليغا، أم أن شذا الكرة الذهبية لا يدوم طويلا؟ وحدها الجولات القادمة من الليغا تحمل الإجابة. 5 رقم مميز، 5 كرات ذهبية، 5 أهداف فوز في المباراة، ورقم زيدان كان 5، وبالتالي 5 يجمع فريق مدريد لميسي منافسه الأول. بالتالي كريستيانو رونالدو ربما عاد في الوقت المناسب جدا في الوقت. نعم، كان يعني في حاجة إلى هذه العودة، وأعتقد أن تتويج بالكرة الذهبية قد بدأت تظهر آثاره الإيجابية على اللاعب، حيث أنه ساهم في الفوز العريض الذي حققه ريال مدريد على إشبيليا في الدوري بخماسية نظيفة، سجل منها هدفين، وهذا يؤكد أن اللاعب لا زالت يعني قدراته التهديفية عالية جدا، وإن كان في ركلات الجزاء شيئا ما تراجع. آخر ركلتين جزاء، واحدة صدها الحارس بعد ذلك نعم. سجل منها، وأخرى لمسها الحارس. أي لاعب يعني يمر بهذه الفترة يعني حتى كبار اللاعبين كبار النجوم قد أضاعوا ضربة جزاء، لكن أعتقد أن رونالدو باق لديه في جعبته ما يعطي من الشيء الكثير، هداف كبير وسيظل كذلك. إلى متى سوف يتوقف؟ لا نعلم، السنوات المقبلة هي التي سوف تجيب على هذا السؤال. ومن أجل جمال الكرة، من أجل الأحسن المعنى، نبدأ بهذه الأصداء الإيجابية لربما للريال بعد الفوز الأخير بخماسية كاملة، المشاركة في كأس العالم للأندية. هذا أسبوع حافل، عودة الروح لكريستيانو رونالدو، وكذلك عودة الروح في التنافس مع برشلونة ربما برغم الفارق الكبير مع اقتراب مباراة الكلاسيكو. بالتالي كلها إيجابيات للأندية الإسبانية مع تعرفها على المنافسين على وجهة دوري الأبطال. نعم يوسف، تحية طيبة من هنا من مدريد. بطبيعة الحال ريال مدريد بعد أن عانى الويلات خاصة على مستوى الليغا وغابت الأهداف، وخاصة من نجمه كريستيانو الذي لم يسجل إلى حد الآن في الليغا سوى 4 أهداف ليس أكثر في الليغا، إلا أنه كان يسجل الأهداف وأصبح الهداف الأول الذي يسجل في تشامبيونز ليج في دور المجموعات في كل المباريات، وبالتالي فإن ذلك رقم كبير بالنسبة لكريستيانو رونالدو. قلت أن الفريق عاد بروح قوية خاصة أمام فريق بدا لنا في بداية الموسم على أفضل حال، ولكن ربما في المباريات الأخيرة تراجع مستواه، والدليل أنه في الشوط الأول أمام ريال مدريد تلقى 5 أهداف، وربما هنا بعض الأشخاص يقولون
أن إشبيلية يكون قد تكلم مع ريال مدريد حتى لا يرفع رجله يضع رجله على المكبح ولا يسجل أكثر في الشوط الثاني. ويومها أنا كنت في إشبيلية ورأيت ردود أفعال عشاق إشبيلية وكانوا متذمرين وهذه الكلمة، وقالوا كيف لفريق يشارك في الشامبيونز ليج أن يخسر بخماسية ونتيجة ثقيلة جدا. على العموم كانت هناك انتقادات بالنسبة لكريستيانو رونالدو الذي لم تخني الذاكرة أرقامه تسير في نفس أرقام الموسم الماضي في هذه المرحلة. بطبيعة الحال الأهداف كانت كثيرة، سجل الموسم الماضي 14 هدفا في 17 مباراة، بينما هذا الموسم سجل أكثر من ذلك في 19 مباراة، وبالتالي فأعتقد أن مردوده يسير بشكل مميز. صحيح لا ننسى أيضا أن هذا الموسم بداية هذا الموسم غاب في المباريات الأولى للليغا في 4 مباريات، وبالتالي فأعتقد انطلاقا من هذه المرحلة أعتقد أن كريستيانو رونالدو يعود بقوة، وربما كأس العالم للأندية ستفتح شهيته أكثر. طيب سنعود الحديث أكيد عن كريستيانو رونالدو بعد قليل، ولكن نتحدث الآن بما أنك معنا الآن مباشرة من إسبانيا من مدريد. هذه القرعة دوري الأبطال لأول مرة المتتبع للصحافة الإسبانية يلاحظ أن هناك توجس ما وخوف بين قوسين على مصير الأندية الإسبانية ربما في هذه المسابقة التي سيطرت عليها لسنوات عديدة على الأقل في الآونة الأخيرة. نعم، ومن دون قوسين يوسف بطبيعة الحال هذا ما رأيناه. ردود أفعال الصحافة كانت متخوفة من القرعة على اعتبار أن لا إشبيليا ولا برشلونة ولا حتى ريال مدريد الفرق هذه لن تواجهها ما كانوا يطمحون إلى أندية ربما أقل مستوى. صحيح أن الكثيرين يتحدثون ويقولون ربما الأوفر حظا نوعا ما هو برشلونة في مواجهة تشيلسي، ولكن هذه كرة القدم وكل شيء فيها وارد. ربما أيضا الخاسر الأكبر أيضا هو ريال مدريد بمواجهة باريس سان جيرمان الفريق الأكثر تسجيلا للأهداف في هذه المسابقة، وقادم بقوة، وسيصل نيمار في يوم فالنتاينز إلى ملعب سانتياغو برنابيو، لن تكون المهمة سهلة بالنسبة للفريق الأبيض. بالنسبة لإشبيليا الذي لا يمر بأفضل حالاته وحتى على مستوى المؤسسات، الأمس كان هناك جدال مرتفع المستوى، وكانت تلاسن حتى بين دينيدو الذي كما تعرف كان سجينا وخرج من السجن وحضر أمس في اجتماع، وكان هناك تلاسن بينه وبين خوسيه كاسترو، وبالتالي فأعتقد أن ذلك يؤثر بشكل كبير على النادي الإشبيلي. أكيد سنتابع معك كل هذه التطورات لاحقا من إسبانيا. شكرا. يعود بقوة، وربما كأس العالم للأندية ستفتح شهيته أكثر. طيب سنعود الحديث أكيد عن كريستيانو رونالدو بعد قليل، ولكن نتحدث الآن بما أنك معنا الآن مباشرة من إسبانيا من مدريد. هذه القرعة دوري الأبطال لأول مرة المتتبع للصحافة الإسبانية يلاحظ أن هناك توجس ما وخوف بين قوسين على مصير الأندية الإسبانية ربما في هذه المسابقة التي سيطرت عليها لسنوات عديدة على الأقل في الآونة الأخيرة. نعم، ومن دون قوسين يوسف بطبيعة الحال هذا ما رأيناه. ردود أفعال الصحافة كانت متخوفة من القرعة على اعتبار أن لا إشبيليا ولا برشلونة ولا حتى ريال مدريد الفرق هذه لن تواجهها ما كانوا يطمحون إلى أندية ربما أقل مستوى. صحيح أن الكثيرين يتحدثون ويقولون ربما الأوفر حظا نوعا ما هو برشلونة في مواجهة تشيلسي، ولكن هذه كرة القدم وكل شيء فيها وارد. ربما أيضا الخاسر الأكبر أيضا هو ريال مدريد بمواجهة باريس سان جيرمان الفريق الأكثر تسجيلا للأهداف في هذه المسابقة، وقادم بقوة، وسيصل نيمار في يوم فالنتاينز إلى ملعب سانتياغو برنابيو،
لن تكون المهمة سهلة وسهلة بالنسبة للفريق الأبيض. بالنسبة لإشبيلية الذي لا يمر بأفضل حالاته، وحتى على مستوى المؤسسات الأمس كان هناك جدال مرتفع المستوى، وكانت تلاسن حتى بين دنيدو الذي كما تعرف كان سجينا وخرج من السجن وحضر أمس في اجتماع، وكان هناك تلاسن بينه وبين خوسيه كاسترو، وبالتالي فأعتقد أن ذلك يؤثر بشكل كبير على النادي الإشبيلي. أكيد سنتابع معك كل هذه التطورات لاحقا من إسبانيا. شكرا.